السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات قناة دبري ووفري مع شيماء. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. جايلكم النهاردة بوصفة لازم اما يجي عليا رمضان كده لازم بعملها كل سنة، وبعمل منها كمان كمية عشان تكفيني طول السنة، وهو الفستق الكداب اللي كل ما زين بيه حاجة بتسألوني ايه هو الفستق الكداب ده يا شيماء. قررت اعمله لكم النهاردة بطريقة سهلة جدا وبسيطة. بس قبل ما ندخل على الفيديو حابة اطلب منكم تعملوا لايك وشير واشتراك للقناة. يلا بينا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. أول حاجة معايا بولة كده وهبدأ أحط فيها ربع كوباية أو أقل كمان من ربع كوباية من المية، وهدوب فيها اللون اللي هيديني اللي هو اللون بتاع الفستق اللي هو اللون الأخضر. أنا هنا كان عندي لون جل فحطيت منه كمية كده وبشوف بعد ما أقلب هل اللون عاجبني ولا مش عاجبني. لو مش عاجبك اللون وحاسة ان هو فاتح فبتحطي كمان شوية من اللون. ممكن تستخدمي لون بودرة مفيش مشكلة، لو عندك بودرة أو جل مفيش أي مشاكل، الاتنين ينفعوا. بعد ما قلبته كويس جدا هبدأ انزل بكوبايتين من السوداني هنا مش هتفرق معايا بقى محمص ولا مش محمص، لان هو كده كده هيطرى معايا من المية اللي هيتحط فيها. معايا كوبايتين من السوداني، وملحوظة تانية ان السوداني يكون صحيح ما يكونش مجروش، انا عايزاه يكون صحيح زي ما انتم شايفين كده. هنبدأ بقى دلوقتي نقلب السوداني مع المية اللي هي فيها لون اخضر. وحابة اقول لكم برضو ان انتي في المرحلة دي ممكن تجيبي من عند العطار طعم الفستق، يعني بس هو نادر لما بلاقيه بصراحة من عند العطار، فانتي لو لقيتيه فممكن تحطيه مع المية هيديكي طعم الفستق، يبقى طعم ولون الاتنين مع بعض. هنسيبه بقى دلوقتي بعد ما قلبناه كويس قوي لمدة حوالي ربع ساعة كده يتشبع باللون الاخضر، وزي ما انتم شايفين كده لونه الاخضر اغمق معايا شوية. بعد كده هنيجي بقى بعد مرور ربع ساعة ونصفيه، يعني ربع ساعة نص ساعة على حسب ما ايه الوقت المتاح معاكي. بعد كده هتروحي جايه مصفيه بقى من المية الزيادة، وزي ما انتم شايفين كده هو شرب تقريبا يعني كمية المية كلها اللي انا كنت حطاها، فما بقاش غير نقطتين 3 كده هما اللي اتصفوا معايا من المية. ده كده بعد ما صفيت خلاص السوداني من المية تمام، طبعا لازم تصفيه عشان ما تبقاش المية معاكي كتير. ده كده بعد ما صفيته خلاص كده تمام، شايفين المية اللي نزلت حاجة بسيطة لا تذكر يعني. بعد كده هنسيبه مثلا يصفي لمدة حوالي برضو 10 دقايق لحد ما ينزل كل المية اللي ايه الزيادة. وبعد كده هناخده بقى مباشرة على طاسة. طبعا الطاسة هنا مفيهاش اي حاجة يعني لا مادة دهنية ولا اي حاجة، ونبدأ بقى على نار هادية نبدأ نحمص فيه على نار هادية. اولا الاول ينشف المية اللي فيه، وبعد كده تبدأي بقى تحمصيه وياخد لون تمام كده. طبعا المرحلة دي ممكن تعمليها في الفرن بتاع البوتاجاز، مش شرط ان انت تعمليها على النار من فوق، فممكن تحطيه في صاج وتفرديه كده وتدخليه الفرن على نار هادية شوية، تبدأي كل شوية تطلعيه وتقلبيه وتدخليه. لكن انا حاولت ان انا استسهل شويه وعملته على النار من فوق، وبدات كده اقلب فيه ايدي ما تسيبش التقليب لانه ممكن يتلسع معاكي. وانتي بتقلبيه كده بتحسي ان في الوان بتبقى اخضر وعندك احمر وعندك ابيض من الايه من اللون بتاع السوداني، وده اللي انا عايزاه. سبته بقى يبرد تماما بعد ما اتحمص التحميصه التمام دي. وبعد كده بعد ما يبرد خالص، وباكد ان هو لازم يبرد، بعد كده هتاخديه في المطحنه بتاعه الخلاط. انا كان عندي كبه كده صغننه بقى ايه ببدا احط فيها حبه بحبه. حطيت فيها خلاص السوداني بعد ما اتحمص وبرد، وابدا بقى اضربه في الكبه. او زي ما انتم شايفين هنبدا بقى نطحنه طحنه معقوله شويه، ودي على حسب الرغبه بتاعتك. عايزه تطحنيه طحنه ناعمه هتزودي في الضرب شويه، لو انت عايزاه يكون مجروش خشن شويه فبرضه هتكون ضربتين 3 وتوقفي. تمام، يعني درجة النعومة بتاعة الفستق ده بتبقى في ايدك على حسب ضربتك انتي في الكب. انا كده بحب الحجم المتوسط ده، حلو جدا، لا هو مجروش ايه خشن قوي ولا هو ناعم بالزيادة، كده جميل بالنسبة لي. شايفين بقى هنا وانتي بتضربيه بعد ما ضربتيه في اجزاء منه خضرة واجزاء منه حمرة واجزاء منه بيضة، فبيديك انطباع ان هو عامل زي الفستق بالظبط، بيبقى فيه نفس الالوان بالظبط. تمام، عشان كده انا بعمله بالطريقة دي، ودايما الحمد لله بينجح معايا وبيديني لون حلو جدا جدا. وزي ما انتم شايفين انا بستخدمه في حاجات كتير جدا طول السنة في تزيين الحلويات اللي انا بعملها. بس كده يا حبايبي، لو عجبكم الفيديو النهاردة هتنسوني بقى في لايك وشير واشتراك للقناة، وهتنسوا تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي.